شحمية أو خبز عروق. اليوم رح نعملها مع بعض بطريقة تشهي القلب، ولا أسهل ولا أطيب. إن شاء الله حتى تطلع معاكم العجينة طرية. كل أسرار المشحمية بهالفيديو. رح تطلع معاكم شي فاخر. صلوا على الرسول، خلونا نبلش. أول شي رح نحضر الخميرة. رح أضيف ظرف خميرة معلقة كبيرة 16 جرام يطلعوا، نص معلقة سكر، مي فاترة، ونحركهم مع بعض. نتركها لتتفاعل الخميرة. هون عندي كيلو طحين متعدد الاستعمالات، رح أضيف له نص معلقة ملح، نص معلقة كركم. بسم الله ما شاء الله. رح نخلطهم تخليطتين أول شي، بعدين رح نشوف خليط الخميرة بعد ما تفاعل. رح نضيفه على الطحين. بسم الله ما شاء الله. رح نبلش نعجنهم لحتى ينعجنون مع بعض وتنخلط المكونات كلها. وعلى جنب خليت جنبي كاسة مي فاترة، رح أبلش أضيفها بالتدريج. أنا كل الكمية احتاجت معي تقريبا كاستين، انتوا تحتاجوا أقل أو أكثر حسب نوعية الطحين واستطاعته لشرب المي، فضيفوها على مراحل. كل ما عجنتوا أكثر كل ما رح تحصلوا على عجينة ناعمة وطرية، وبنفس الوقت تطلع معاكم هشة بعد الخبز. شوفوا ما شاء الله، أنا رح أحاول ألمها قدر المستطاع وأعجنها قدر المستطاع. عجينتي صارت جاهزة. رح أنقلها على بسم الله ما شاء الله على الزبدية ونسكرها. نتركها من نص ساعة لساعة لحتى تشوفوا تضاعف حجمها وخمرت معانا. وهون بدي استخدم انا لحمة خروف مفرومة قطع يعني كبيرة شوي، تكون مجرمشة. 3/4 لحمة خروف وربع دهنة. بدي كيلو للكيلو الطحين. رح ننقلها على الزبدية ورح نبلش بالبهارات. معلقة ملح، ومعلقة فلفل اسود، ومعلقة بهار مشكل، ومعلقة كركم. بسم الله ما شاء الله. رح نبلش نخلطهم مع بعض لتندمج المكونات. كانت اللحمة عندي شوي جامدة. رح نضيف لهم بصلتين مفرومين ناعم، ونكملهم تخليط مع بعض لتندمج عندي كل المكونات مع بعضها. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. رح نضيف لها نص جرزة بقدونس مفروم ومغسول كمان ناعم، ونكملهم مع بعض تخليط تتمسك المكونات مع بعضها. صارت عندي هون عجينتي ما شاء الله تبارك الرحمن ارتاحت ساعة كاملة وخمرت على التمام وتضاعف حجمها. هون انا رح ابلش انه افرغ منها الهواء، بعدين رح انقلها على صينية اوسع مشان اتحكم بالعجن. رح انقل عليها لحم كمية اللحم كاملة، بعدين رح ابلش اعجنها. لازم نعجن اللحمة مع العجين بشكل جيد لحتى تتغلغل اللحمة بقلب العجين وتصير كلها على بعضها عجينة متماسكة. رجعتها على زبدية. بعدين مكان ما بدي احط الكرات رح ارش طحين واخذ قطعة من العجين اعملها على شكل كرات على حسب الحجم اللي بدكم تعملوه، ونتركها على جنب. وبسم الله ما شاء الله بدنا نتركها بهاي المرحلة ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة، لانه نحنا عجناها فلازم ترجع ترتاح. هاي رح نبلش شغل. رشينا شوية طحين على الكاونتر، وبعدين رح نبلش انه ناخذ كرة العجين ونفردها. لا بدها شوبك ولا شي، فردوها على القدر اللي انتو تحبوه. بعدين رح ادهن الوجه بشوي زيت نباتي. ما بأحلى ولا أطيب من هالأكلة. عشاق المشحمية وينكم، والأكلات الديرية القديمة. بعدين ما شاء الله تبارك الرحمن، أنا شفته حلو بأكلات بيننا وبين أهل العراق مشتركة، وبيننا وبين أهل تركيا حتى مشتركة. يعني بكثير أكلات أنا شفتوها نعملها نحن ويعملونها أهل العراق، وحتى بتركيا يعملونها. فما أعرف منو أخذ أكلات منو أو منو متعلم من أكلات منو. أهل الدير إذا بي حدا من القديمين اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. الصينية صارت جاهزة. رح ندخلها على الفرن على أعلى درجة حرارة، شغال فوق وتحت، راقبوها بشكل جيد لأنه كل فرن يختلف عن الثاني. شوفوا ما شاء الله، هاي صينيتي طلعت من الفرن وهون طفت الكهرباء، فرح نكمل على الغاز وما بي أي مشكلة، ورح تستوي معاكم وما أحلاها. واللحمة حتى رح تستوي. المهم تكون النار على أعلى شي، لازم تكون النار عالية، والدهنة هي رح تسوي اللحمة. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، استوت وعين الله عليها. وبس تستوي رح أضيف لهم كخطوة اختيارية شوي سمنة عربية، رح تعطيها نكهة خيال. لازم تجربوها. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، صاروا جاهزين معانا. وعلى فكرة تبع الغاز يعني على المقلاية طلعوا أطيب من تبع الفرن، ضلت طرية ومحافظة على قوامها. هون صارت جاهزة معنا، وأكون عملته معكم المشحمية على أصولها. وإن شاء الله يكون عجبكم هالفيديو. لا تنسوني من تعليقاتكم الحلوة ورأيكم يهمني، وبالعافية عليكم.